أهلا بيكم في فيديو جديد. هنبدأ فيلمنا بمقولة جورج برنارد شو: يستفزونك ليخرجون أسوأ ما فيك ثم يقولون هذا أنت. لا يا عزيزي، هذا ليس أنا، هذا ما يريده الآخرون. فيلمنا النهاردة عن الجوكر، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتعملوا لايك للفيديو عشان نوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس. بيبتدي فيلمنا في الثمانينات من مدينة جوسام اللي كانت بتعاني في الوقت ده من كساد اقتصادي كبير، ودي المدينة اللي عايش فيها أرثر اللي هو الجوكر. وبدأ هنا يجهز نفسه في شكل مهرج عشان ينزل يعمل دعاية لمحل تجاري، لكن وهو ماسك اليافطة في ناس خدوها منه وجريوا وفضل يجري وراهم، بس هما في الآخر ضربوه جامد وكسروا عليه اليافطة كمان، وده صابه بحالة نفسية سيئة جدا. وبعد كده روح البيت وهو كان عايش مع مامته، وهي كانت مريضة وهو كان بياخد باله منها، وقعدوا واتفرجوا على التلفزيون على برنامج لمذيعه المفضل موري فرانكلين اللي كان بيحلم دايما ان هو يستضيفه. وبعد كده راح للمستشفى الخيري اللي كان بيتعالج منها من امراضه النفسية والاكتئاب، وبدأ ياخد اكتر من 7 ادوية عشان يتعالج من الحالة النفسية اللي هو فيها. وهنيجي لصديق الجوكر اللي كان بيقول له: انا سمعت ان في شباب طلعوا عليك وضربوك، خد المسدس ده ودافع بيه عن نفسك. وارثر كان رافض ياخده في الاول، بس هو اقنعه ان هو ياخده وخده فعلا. وبعد كده جه زميله التاني وقال له ان المدير عايزك، وفعلا قام الجوكر وهو رايح له فضل يضحك بصوت عالي جدا بضحكته المعروفة. هو كان بيعاني من حالة ان هو بيضحك بصوت عالي جدا بدون سبب، ومش بيعرف كمان يسيطر على نفسه. والمدير بدأ يقول له ان هو هيوديه يعمل عرض في نادي كوميدي، بس قول لي الاول فين اليافطة بتاعت المحل في العرض اللي كنت بتعمله امبارح. قال له ان هي اتكسرت، وحكى له كمان اللي حصل. بس المدير ما كانش مصدقه وقال له: لو ما رجعتهاش انا هخصمها من مرتبك. وارثر روح بيته وهو طالع في الاسانسير قابل جارته وكان معجب بيها وبدأ يتبعها في كل مكان ويمشي وراها، وهي حست باللي بيعمله وقالت له ان انا شفتك وانت بتمشي ورايا، وهي بصت له بصة اعجاب كده ومشيت. وبعد كده راح الجوكر يعمل عرض في مستشفى، وهو بيعمل العرض وقع منه المسدس اللي اداهوله صاحبه، ووصل الكلام اللي حصل ده للمدير بتاعه وقال له: انت ازاي اصلا تاخد مسدس في عرض بتعمله للاطفال؟ رد عليه وقال له ان ده مسدس لعبة وبستخدمه في العرض، لكن هو قال له ان صاحبك بيقول انك كنت بتسأله على مسدس وعاوز تشتريه، وفي الاخر قال له انت مطرود. وهنيجي اللقطة وهو راجع في القطر هيدخل عليه 3 شبان وهيلاقوه بيضحك بصوت عالي جدا وبدأوا يتهكموا عليه كمان، بس لو ان موضوع ضحك وده اوفر جدا وبدأوا يضربوه، لكن هو طلع المسدس بتاعه وقتل 2 منهم، والتالت كان بيحاول يهرب، بس أرثر ضربه في رجله ولحقه بره وموته هو كمان. ودي كانت نقطة تحول لأرثر بسبب إن الفساد والاضطهاد اللي كان موجود ما كانش إلا إطعام ديناصور شرس لا يعرف معنى الشبع، وإن اللي وصل ليه بسبب الفساد المجتمعي هو اللي دفعه ليكون فاسد. وبيفتح أرثر التلفزيون وبيلاقي توماس وين بيستنكر حادثة القطر، وبسبب كمان إن اللي ماتوا دول كانوا شغالين في الشركة بتاعته. ورجع جوكر لمقر عمله وراح لما حاجته كلها ومشي من هناك، وراح لجلسة العلاج بتاعته وبدأ يتكلم مع الدكتورة ويقول لها: أنا مش حاسس إلا بأفكار سلبية بس، وعاوزك تساعديني. بس هي كانت دايما بتقاطعه في الكلام وبتقوله إن المستشفى التبرعات بتاعتها اتقطعت، وقالت له إن هي هتتقفل خلاص. بس هو قال لها: طب هصرف الأدوية بتاعتي إزاي؟ قالت له: أنا آسفة ليك جدا. وراح بعد كده النادي الكوميدي وكان طالع يعمل عرض، بس جاته الحالة المرضية بتاعته وهيفضل يضحك ضحك هستيري، وكانت جارته معاه وبتتفرج عليه. ويخرجوا بعد كده مع بعض وهيلاقي ان العناوين كلها جايبة في سيرة المهرج اللي عمل حادثة القطر، ولقى كمان في تعاطف من الناس وبدأت الناس تلبس قناع المهرج وهو كان مبسوط جدا. ورجع البيت ولقى مامته كانت سايبة جواب على الترابيزة قدامه، واكتشف من الكلام ان هو ابن توماس وين وغضب جدا جدا، وجري على مامته وقال لها: انت ازاي ما تقوليش ان انا ابن توماس وين؟ قالت له: انا كنت خادمة في بيت توماس وين، هو حبني واحنا في الاخر انجبناك، لكن طبعا بسبب ان انا كنت فقيرة وهو غني رفض يتجوزني. وراح أرثر بعد كده لبيت توماس وين ولقى ابنه بروس وفضل يلعبه لحد ما جه خادم من القصر وقال له: انت مين؟ قال له: انا ابن الخادمة اللي كانت شغالة هنا من فترة، وانا عاوز اقابل توماس وين واللي المفروض اللي هو والدي. وقال له بعد كده الخادم ده ان والدتك مجنونة وبتقول كلام مش صح، وطرده من هناك. وبعد كده أرثر روح البيت لقى الإسعاف واخد مامته على المستشفى،
وراحت معاه جارته، وهو في المستشفى اتفاجئ ان المذيع موري فرانكلين عارض مقطع عليه لما كان في النادي الكوميدي. وبعد كده روح البيت وبدأ يشوف الأخبار إن في حالة غضب كبيرة جدا من سكان المدينة بسبب طبعا الفقر والسرقة والبطالة اللي زادت، وبدأ السكان يعترضوا على اللي بيحصل، وينزل كمان أرثر معاهم. بيروح عند مقر عمدة المدينة توماس وين، وبيقدر يخش أرثر للمقر اللي هم شغالين فيه. لكن أول ما دخل لقى إن في عروض مسرحية جوه، وهم ولا على بالهم باللي بيحصل بره والغضب اللي فيه السكان. وبعد كده أرثر هيخش الحمام وهيقابل توماس وين ويحكي له عن الكلام اللي مامته قالته له، بس هو هيقول له برضه إن والدتك مختلة عقليا وإنت مش ابني، دي كانت بنياك، وهيضربه. وهيمشي أرثر طبعا في صدمة كبيرة جدا. وهيروح أرثر البيت وهيجيله مكالمة من منظمة برنامج موري فرانكل، وهتقول له إن إحنا هنستضيفك معانا، وحددت معاه ميعاد. وبعد كده أرثر بيروح المستشفى اللي كانت محجوزة فيها مامته زمان وبتتعالج فيها طبعا من مرضها العقلي، وعرف ياخد الملف بتاعها اللي اكتشف إن هي كانت فعلا بتعاني من مرض نفسي، وإن هي كانت متبنية طفل وكانت بتعتدي عليه. وأرثر طبعا كانت في حالة غضب كبيرة جدا وصدمة من اللي هو اكتشفه. وبدأ كمان يكتشف في نفس الوقت إن هو لا كان بيخرج مع جارته ولا كان في أي كلام بينهم من الأساس، ده كان بسبب بس مرض التوهم اللي عنده. وراح لمامته في المستشفى وخنقها بدون ما يقول لها أي كلمة. وبعد كده بدأ يجهز نفسه لعرضه مع موري فرانكل، ويتدرب على دخلته والكلام اللي هيقوله هناك. وهو بيجهز نفسه دخل عليه أصحابه في الشغل، وصاحبي بيقول له إنهم بيحققوا معاهم بسبب حادثة القطر والمسدس طبعا اللي معاك ده. وبيتعصب عليه صاحبه جامد جدا، لكن بيغضب أرثر وبينهال عليه بالطعنات وبيتخلص منه، وبيصيب صديقه القزم ومش بيأذيه، وبيقول له ما تخافش، مش هعمل لك حاجة، انت الوحيد اللي عملتني بطريقة لطيفة. وبيجهز الجوكر، وفي طريقه للبرنامج هيفضل يرقص، لكن هيلاقي ان في 2 محققين بيندهوا عليه، وهو هيهرب منهم وهيطلعوا يجروا وراه، وهيخش المترو وهم هيخشوا معاه برضه، وهيفضلوا يتنقلوا من عربية للتانية علشان يمسكوه. لكن الجوكر هيعمل حركة وهيخلي الركاب كلهم يتخانقوا مع بعض، وده خلى المحققين كمان يشتبكوا معاهم بسبب ان هم مش عارفين يوصلوا للجوكر. وهيقتلوا كمان راكب بالمسدس، وتخلي كمان الركاب تموتهم. وهيوصل الجوكر لمقر البرنامج وهيقابل المذيع اللي هيبدأ يسأله ان القناع ده بسبب تأييدك للمتظاهرين بره، لكن هو هيرد عليه لا طبعا، ده بسبب أدائي لشخصية المهرج مش أكتر. وهيطلب أرثر منه إن هو يقدمه في البرنامج بتاعه باسم الجوكر، وهيوافق المذيع على كده. وهيخش أرثر البرنامج وهو بيرقص كده، وأعجب الجمهور والمذيع بطريقة دخول، وهيبدأ يفتح الكتاب بتاعه عشان يقول له نكت، لكن كانت نكته كلها بايخة، وطبعا الناس مستغربة من النكت دي ما بتضحكش خالص. وبدأ كمان المذيع يسخر منه ومن كل حاجة بيقولها، وبدأ يعترف الجوكر ويقول لهم إن هو اللي عمل حادثة القطر. فالمذيع بيقول له هو ده بجد ولا دي نكتة؟ لا، هيقول له ان ده بجد. وبدأ يغضب ويقول له انتوا مهتمين جدا بحادثة قتل الناس دي في القطر لان هم اثرياء، لكن انا لو مت ما كانش حد هيسمع عني اصلا. وبدأ يبص له بغضب اكتر ويقول له انت استضفتني عشان تسخر مني وتخلي الناس تضحك عليا مش اكتر من كده. وطلع المسدس بتاعه وضربه، لكن طبعا اتقبض عليه. وكانت الفوضى والسرقة في كل مكان. وهيجي في الوقت ده عربية إسعاف كان بيسوقها حد من المتظاهرين بتخبطهم، وهياخدوا الجوكر من جوه ويحطوه على كبوت العربية من بره. وهنيجي لتوماس وين ومراته وابنه اللي اتفاجئوا باللي بيحصل بره وهم خارجين من عرض مسرحي، وهيحاولوا يهربوا، لكن واحد من المقنعين دول هيموتهم وهيسيب ابنهم بروس اللي هيكون بعد كده باتمان، وهيسعى للانتقام من الجوكر. وبعد كده هيفوق الجوكر وهيحيي الناس وهيكون مبسوط جدا، لكن طبعا هيتقبض عليه تاني وهيحطوه في مستشفى أمراض عقلية. لكن وهي المحققة دي بتحقق معاه هيضحك طبعا نفس ضحكته الهستيرية، وهيتخلص منها في الآخر وهيطلع بره. وبكده يبقى خلص ملخصنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وتعملوا اشتراك في القناة.